غالبا كتسمع حتى انت وكتسمع حتى انت كلمه ديال خط عطري، ولكن المعنى ديالها ما واضحش مزيان. علاش؟ حيت كل واحد وكيفاش كيشرحها، كل واحد وكيفاش فاهمها، وهذا الشيء خلى واحد الغموض عند عشاق العطور. بكل بساطه بدون تعقيدات، الخط العطري هو لو بروفيل دودور، هو الرائحه العامه ديال العطر، هو لو كاركتير جينيرال ديال العطر، هو الشخصيه ديال العطر. باش نعطي مثال، كتسمع مثلا هذا العطر على نفس الخط العطري ديال هذا العطر، او لا نفس الثبات نفس الفواحه نفس الخط العطري. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني باللي هاد لي دو بارفان مثلا اللي على نفس الخط العطري كاين عندهم واحد لو كاركتير جينيرال اللي متقارب. مثلا الخط العطري ديال ان بارفان هو ايبيسي بوازي، مثلا هو تابلي خشبي. اي بارفان واحد اخر الرائحه العامه ديالو كتميز او لا طاغي عليها هاد لو كاركتير ديال تابلي خشبي، فراه كيندرج ضمن تحت نفس الخط العطري. بمعنى اخر انه الخط العطري هو داك لاكور، يعني الاتفاق الاساسي او جوج او ثلاثه اللي كيطغاو او اللي كيشكلوا الكاركتير جينيرال، كيشكلوا الرائحه العامه ديال العطر. يقدر يكون ايبيسي بواز يعني تابلي خشبي، يقدر يكون اغرومي ولا اسبيريدي اروماتيك يعني حمضي عشبي او شي حاجه بحال هكا. اون جينيرال هذا هو الخط العطري بكل بساطه. وإلا كنتي انتريسي اننا نقادو لك واحد البارفان بريفي سور ميزور بالخط العطري اللي بغيتي، بالنوطات اللي انت كتختارهم ولا اللي انت كتختاريهم باش تميز به، باش تولي معروف به، باش يولي هو لا سيناتور اولفاكتيف ديالك او التوقيع العطري ديالك، فراه حنا بدينا كنديروا هذا السيرفيس هذا اول مره في المغرب. الا كنتي انتريسي بهذه القضيه هذه، راه غتلقى لو سيت ويب في البروفيل ديالنا، دخل ليه، غتدخل لو سيت غتلقى كاع لا ليست ديال لي نوت اللي كاينين، غتلقى كيفاش تكوموندي وكلشي. اون فوا كدوز لا كوموند كنكونتاكتيك باش كنهضروا معاك، كنحاولوا نفهموا الذوق ديالك ونعرفوا النوطات ديالك ونقادوا لك ان بارفان اللي يكون خاص بك. هذا ما كان، في امان الله.